السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله وعلى الأمة الإسلامية بخير ان شاء الله. فتحنا على الفسيخ اللي قلب الدنيا واتشالت واتحط كده على القناة بتاعتي. الفسيخ بعد 15 يوم شكله ولونه ومفهوش اي حاجة خالص. وطبعا التعليقات بقى بصوا مش عارفة اوصف لكم، خشوا كده شوفوا التعليقات عاملة ازاي. تموتي كده من الضحك وانتي بتقري. انا بكبر دماغي طبعا. واول مره تجيلي التعليقات ديت فانا بثبت لكم. الفسيخ بتاعنا حتى تحت الرخامه، مش عامل ريحه الا حاجات بسيطه خالص، طبعا حاجه مملحه يعني حاجه احنا عاملينها في البيت، فعامله ريحه بسيطه خالص، ولا في اي حاجه، ولا بطنه مفرقعه. ده طبعا تعليقات. ولا بطنه مفرقعه ولا مدوده ولا عفن ولا اي حاجه خالص. الحمد لله اللهم لك الحمد. الفسيخ طالع في منتهى الجمال. كملي معايا الفيديو وهثبت لك الفسيخ بتاعنا عامل ازاي. وطبعا عملنا الفيديو اللي بعدين نزلنا فيديو السردين. برضو ما شاء الله السردين طلع جميل جدا. ما فيش حد علق لي على السردين بصراحه. السردين تمام. هو الفسيخ بس اللي الدنيا اتشالت واتحطت كده بسبب الفسيخ اللي انا عاملاه. نكمل مع بعض الفيديو وهثبت لكم الفسيخ بتاعنا عملناه ازاي. قبل اي حاجه اعملي لايك واعملي اشتراك، هتلاقيها قدامك على الشمال كده مكتوبه باللون الاحمر، اتكي عليها وتكوني انضميتي عيلتنا ان شاء الله، تكبر بيكم باذن الله. دوت السجين اللي احنا عملناه يا دوبك اخد 15 يوم بالظبط، وما شاء الله عليه طالع بطنه مش مفرقعه وبطنه ما فيهاش اي حاجه خالص ولا مهري ولا اي حاجه. هثبت لكم برضو في الفسيخ وهنفتح بطنه وهنشوف اللحمه من جوه عامل ازاي. تمام تمام. انا اهم حاجه عندي ان انا عايزه اثبت بس للناس اللي هي علقت لي على فيديو الفسيخ. الفسيخ طالع ما شاء الله عليه، يعني اللهم صل على النبي عليه بجد. طعم وشكل وريحه وما فيهوش اي حاجه خالص نهائي. بلاش بس نقعد نتناقض كده بعض. اللي عايز يعمل حاجه بطريقته يعملها، اللي مش عايز يعمل حاجه بطريقه حد تاني ما يعملهاش. يعني خلي كل واحد كده ايه حر في طريقته. تمام. انا نشفته في الازايز عشان ما بهدلش الرخامه عندنا والدنيا ما تبقاش متبهدله والكلام دوت. مش حابه تعملي كده حطيه في مصفى، مش حابه تعملي كده علقي في مسمار كده في البلكونه. لو عندك مكان مخصص كده براحتك، علقي في مسمار كده وحطي تحت منه مصفى هينزل دمه. ايه الطريقه اللي تعجبك. شايفين شكله عامل ازاي؟ بطنه بتكلكوا على بطنه بثبت لكم. بصوا بطنه عامل ازاي. آه، انا طبعا عملت لكم الفيديو كنت بصوره وكنت عامله ليا ولاخواتي والاهلي والحبايبي كلهم ما شاء الله عليهم اثبتوا. اقسم بالله العظيم اثبتوا ان الفسيخ ما فيه اي حاجه خالص. انا مش طالعه احلف لكم ولا طالعه اثبت لكم ولا طالعه اقول لكم، بس الفسيخ بتاعنا النهارده بعد 15 يوم اللي عايز يعمله بنفس طريقتي يعمله على ضمانتي وهيطلع معاكي مظبوط والنتيجه مضمونه 100%. شكل وطعم ولون. الكركم عمره ما بيمرر الاكل. الكركم بيدي لون بنفس الشكل كده. برضو من ضمن التعليقات اللي كانت بتجيلي بطن مش مفرقعه ولا مدوده ولا عفن ولا اي حاجه خالص. انزلي حالا اتفرجي على الفيديو اللي قبل دوت كده، اللي قبل اللي قبله تمام. هتلاقي فيديو الفسيخ داخل علينا شم النسيم. لو حابه تعمليه بنفس الطريقه اللي عملناه اعمليه على ضمانتي. ما شفتش حد على اليوتيوب عمله، انا شفت بعد ما انا ما عملت شفت الفيديو نزل. ولو انت اللي علقتيلي وقلتيلي انت مقلده حد تاني، لا انا مش مقلده. شوفي الفرق بين القناه بتاعتي وبين القناه بتاعتها، فرق الايام قد ايه، وانت هتشوفي بعينك. انا مش هقول اكتر من كده. هنرجع بقى للفسيخ بتاعنا. شايفين لحمته من جوه عامله ازاي بعد 15 يوم بالظبط، عشان كانت الفسيخه ما كانتش صغيره. السمكه ما كانتش صغيره وما كانتش كبيره، كان حجمه متوسط. لحمه احمر في منتهى الجمال. زبده زبده زبده. الفسيخ دلوقتي ب 350 جنيه وفيه كمان ب 400 جنيه. يعني نقدر نعمله في البيت بأقل التكاليف وهيطلع معاك النتيجة مظبوطة. طبعا زي ما وريتك ان احنا طبعا هنقصقص كده الزعانف بتاعه الفسيخية وهنفتح بطنها بنفس الشكل وهنشيل السلسلة اللي في النص. هنخلي كده السمكية بنفس الشكل اللي انا طبعا عملته قدامكم. طبعا انا هنا هخلي الفسيخ كله عندي، مش هخلي فيه جلد خالص. لو حابين الطريقه هنزلها لكم ان شاء الله باذن الله. نزل لكم طريقه خلي الفسيخ اطلع كده اللحم بس. الموضوع سهل جدا. وطبعا عندنا رنجه وعندنا بقى السردين خليته وشلت الشوك منه. طبعا احنا بنخليه مش بنخلي فيه شوكه، بيبقى سهل على الاكل كده.
وهنا محضره عندي ملح، محضره معايا زيت وليمون وشويه خل صغيرين جدا، مش حاطه خل كتير يعني، حبه خل صغيرين جدا. وبدات ان انا اعمل صوص كده حلو كده نقدر نغمس مع السردين واحنا بناكلها بنفس الشكل، طعمه حكايه في منتهى الجمال. حطي كده حبه شطه عشان طبعا تطلع سبايسي شويه. هنا بقى عندي الرنجه، واي بيت مصري بيقدر يشوح الرنجه باي طريقه تعجبه في الطاسه، تمام. فعلى عين كده البوتاجاز، بدل ما نزفرها بتبقى احسن بكتير يعني. اللي عايز يشوح كده زي زمان كده على عين البوتاجاز كده براحته، بس انا مخصصه كده طاسه معينه كده بشوح فيها الرنجه. على السريع بقى هقول لكم عملنا ايه في اليوم بقى. اول يوم العيد كده عملنا ايه بسرعه، شوحنا الرنجه والفسيخ هنا خليته بنفس الشكل، وعليه زيت وعليه ليمون، وبألف هنا على اللي اكل، وألف هنا اللي هيجرب باذن الله وهيعمله بنفس الطريقه. كله يا جماعه الفسيخ بالطريقه ديت، وان شاء الله هيعجبكم باذن الله. وما تشتروش من بره، اعملوه في البيت هيطلع معاكم حلو جدا جدا، وعلى ضمانتي باذن الله ان شاء الله ان شاء الله يطلع معاكم جميل باذن الله. محضرين معانا بقى طماطم وفلفل وبصل للرنجة طبعا. وهنا طبعا الفسيخ حضرنا بقى الترابيزه بتاعتنا عشان ناكل بقى. كان يوم جميل جدا، وكانت اكلك في منتهى الجمال، والاكل دوت بيشبع جدا جدا جدا. اللي بيشبع كده مننا زينا كده يعمل لي لايك على طول، ينزل حالا يحط اللايك. طبعا الاكله دي ما تحلاش الا بطبق كده بطاطس، طبق خيار، يعني بصوا اشبعوا على قد ما تقدروا. واساس الاكله عندنا بصل اخضر. اليوم بتاعنا خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم باذن الله. انزلوا حالا، داخل علينا شم النسيم، انزلوا حالا هاتوا سمك بوري واعملوا الفسيخ بالطريقه بتاعتنا، وهتطلع معاكي ناجحه باذن الله. اسيبكم في رعايه الله، ومع السلامه.